الحمد لله يفيض على عباده من واسع جوده ويسبغ عليهم من عظيم فضله وينعم عليهم من وافر آلائه، وهو الغني الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أشرف البشر وأزكاهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. لقد تصرفت الأيام المعدودات، مضت أيام كانت ميدانا للصالحات ومضمارا للتنافس في الخيرات، ولقد بقيت منها بقية هي فرصة تغتنم وسانحة تنتهز. بقيت ليلة 27 أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر. وقد ورد عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يشكون أن ليلة القدر هي ليلة 27. وقد قال أبي بن كعب رضي الله عنه في ليلة القدر: والله إني لأعلمها. هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. والحازم يا عباد الله، والحازم مع نفسه يجتهد في جميع ليالي العشر، ولكنه يزيد من اجتهاده وطاعته ويجاهد قلبه أن يكون أخشع في الليلة التي يرجو أن تكون ليلة القدر. وليس أحد يجزم بتحديدها، وإنما هو اجتهاد من فضلاء الصحابة يأنس به المرء وينشط فيه. وبقيت كذلك ليلة 29 وهي من ليالي الوتر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. عباد الله، رمضان بجميع أيامه ولياليه ميدان للعمل الصالح، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر. فاغتنموا شهركم بحسن العمل، فالأعمال بالخواتيم، فمن أحسن فيما مضى فليتبع الإحسان بالإحسان، ومن قصر أو فرط فليتدارك بقية الشهر وليغتنم ختامه. وقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، أي في إحسانه، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع وأقلع. فكونوا في بقية شهركم على ما تقدمون من الاجتهاد والإحسان، فليس أحد يدري أيدركه في عام قادم أم لا. تقربوا لربكم وتعرضوا لنفحاته، فربكم جواد كريم يثيب الطائعين أعظم ثواب، وأبواب الطاعة كثيرة. فاجتهدوا في العمل واسألوا الله التوفيق والقبول، واستعيذوا بالله من العجز والكسل. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. عباد الله، ثم إذا انقضى رمضان فما أحرانا أن يكون العزم معقودا على الاستمرار في الخير ومجاهدة النفس على عدم الانقطاع ولو بأقل قليل. فقد
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. فاجعلوا تلاوة القرآن ولدا يوميا تنهلون منه ولو نزرا يسيرا لا ينقطع. وكذلك الوتر وصلاة الليل فهي دأب الصالحين. ومن استعان بالله أعانه، ومن علم الله صدقه ورأى جهاده لنفسه يسر له وفتح عليه. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك طائعين إليك منيبين مطاعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ترفع الدرجات وتكفر السيئات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الصائمون، لقد شرع لكم مولاكم سبحانه وتعالى في ختام شهركم أعمالا فاضلة تسد الخلل وتجبر التقصير وتزيد الأجر. فشرع لكم إخراج زكاة الفطر طهرة للصائم مما يكون قد شاب صيامه من نقص وتقصير، وهي فرض واجب يخرجها المرء عن نفسه وعمن يعول من زوجة وأولاد، وتخرج من عامة طعام البلد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يخرجها ليلة العيد، ويجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل وقت لإخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد. ومقدارها 3 كيلو احتياطا، ويجوز أن توزع على عدد من المساكين أو تعطى لمسكين واحد. عباد الله، ومما شرع غير زكاة الفطر في ختام هذا الشهر تكبير الله تعالى كما قال سبحانه: ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويبدأ التكبير من غروب الشمس ليلة العيد حتى حضور الإمام لصلاة العيد، ويكبر المسلمون ذكورا وإناثا. ويسن في حق الرجال الجهر بالتكبير في المساجد والأسواق والبيوت إعلانا لتعظيم الله. ومما شرع كذلك في ختام الشهر صلاة العيد، ويستحب التجمل للعيد ولبس أحسن الثياب والتطيب بأزكى الطيب. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكل رطبات قبل الخروج للمصلى. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. ومما شرع بعد رمضان صيام 6 أيام من شوال. فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فاحرصوا رحمكم الله على التزود من الطاعات، وقدموا لأنفسكم بالاستكثار من الصالحات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وصلوا رحمكم الله. آمنت بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. وارض الله عن صحابته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم
اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال اخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي اليمن وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا سميع الدعاء. اللهم احفظ علينا امننا وايماننا واحفظ ولي امرنا، هيئ له البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وقراءتنا ودعاءنا وصالح اعمالنا. اللهم ارفع بها درجاتنا وحط بها من سيئاتنا يا كريم. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.